أسهل حاجة ممكن تعملها لنفسك هو إنك تفضل عايش دور الضحية، إنك تستسلم لألمك. في أي موقف بتمر بيه في حياتك تلاقيك بتكلم نفسك وتقول: أنا اتظلمت كتير، أيوة أصلا أنا اتربيت غلط، أو أصلا أنا قدراتي قليلة، أنا عارف. بس للأسف الدور اللي أنت اخترت تلعبه سواء بوعي منك أو بدون وعي مش هيفيدك بأي حاجة. أيوة إحنا أوقات بنمر بظروف خارج إرادتنا، أو بنتحط في أماكن بنحس إن إحنا ما كانش المفروض نبقى فيها، بس نقدر نقول كمان إنك أصبحت واعي كفاية إنك توقف الدايرة دي، إنك تبدأ تحل اللي أنت تقدر عليه، ولو في حاجة ما بقاش ينفع تتعمل تستسلم لده، وساعتها تقول فعلا إن ده نصيبك. عارفة إن الموضوع صعب ومرهق، بس اقبل واستسلم للي الحياة بتديهولك واشتغل بيه وعليه. بس دلوقتي مش بعقلية الضحية، دلوقتي بعقلية الشخص الواعي المسؤول عن حياته. للأسف أوقات بنضطر نوصل للقاع قبل ما نلاقي الطريق، علشان كده لازم تحط حد للحياة دي وتبدأ حتى لو بعد كتير قوي. دلوقتي ممكن يكون حد قاعد مع نفسه وأفكاره ويقول يا ريت الكلام ده كان ينفع، أو كان زمان. طيب خليني أسألك، هو ليه لأ؟ طيب يا سيدي حاول، انت خسران ايه؟ ولو لقيت نفسك وحشك دور الضحية ارجع له، ما تقلقش هتلاقيه مستنيك. في قاعدة بتقول: ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني لو جواك شعور ان في سنين من عمرك ضاعت فما تضيعش اللي باقي. الحاجة اللي في حياتك ينفع تتعدل عدلها، لو ما ينفعش بدلها. طيب معرفتش استغنى عنها خالص وأقلم حياتك من غيرها. جرب تعيش الباقي من حياتك بجد، جرب تعيش وانت حاسس انك المسؤول عن قراراتك واختياراتك. وافتكر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني لازم تبدأ، ولو حسيت إن الموضوع أكبر منك وطريقتك في مساعدة نفسك مش بتجيب نتيجة، ساعتها اطلب المساعدة لما تلاقي نفسك تعبت والمشاعر السلبية اللي اتكونت عندك لأيا كانت الأسباب بتزيد، وده بالتالي ممكن يسبب لك ضرر أكبر مما تتخيل. أنا عارفة إن فكرة الطلب في حد ذاتها مش سهلة، فكرة إظهار الضعف مش ألطف حاجة، لأن إحنا دايما بنحب نظهر في صورة القوة والشخص اللي بيساعد مش بيتساعد. بس حاول تسهلها على نفسك، ابعت رسالة، اتصل، فكر فكر في أي حاجة تساعد نفسك بيها، وتأكد إن في ناس كتيرة قوي موجودة حواليك وعندها استعداد تمد إيديها وتقدم المساعدة. ومش عيب أبدا إنك تطلب المساعدة أو تقول إنك محتاج حد يشجعك أو محتاج كلامك أو أيا كان نوع احتياجك. خليك فاكر إنك تقدر تكون أسعد إنسان في الدنيا، وتقدر تكون كمان العكس لو بس غيرت أفكارك.